ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهارده نعمل وصفة من وصفات الحلويات المميزة جدا في رمضان. سهلة جدا ولذيذة. هنعمل الكنافة. طبعا الكنافة ليها وصفات كتير جدا وطرق مختلفة كتير، بس احنا اخترنا النهارده نعمل الكنافة بالقشطة الكدابة. هنعملها بكل بساطة ومش هتحتاج وقت كتير. قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وفي صفحة الفيسبوك، ويلا بينا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. هنعمل السيرب أو الشربات. عندي كوبايتين من المية قصادهم 4 كوبايات من السكر. الشربات أو السيرب بتاع الكنافة بيبقى تقيل عن البسبوسة، يعني السكر بيبقى ضعف كمية المية. هنسيبه بقى على نار متوسطة ونسيبه يغلي شوية. بعد ما يغلي وبدأ غلي كتير كده هديله بقى عصرة ليمونة وكمان رشة من الفانيليا، وهسيبه على نار بقى هادية لحد ما يتقل ويبقى قوامه زي قوام العسل بالظبط. نيجي بعد كده للكنافة. أنا عندي هنا كيلو كنافة حطاه في الفريزر من بالليل. هبدأ بقى أكسر فيها كده بحيث تبقى قطع صغيرة. تمام، أهم حاجة تتحط في الفريزر، هتسهل عليكي كتير. طبعا ممكن تستخدمي نص الكمية، يعني نص كيلو، مش لازما كيلو، على حسب ما انت تفضلي. بعد ما كسرتها كلها هحط كوباية من السكر البودر، وهبدأ أقلب بقى السكر مع الكنافة. بعد كده هنزل بكوباية من السمن بدرجة حرارة المطبخ. لو حابة تسيحيها ممكن تسيحيها عادي. هبدأ بقى أقلب كده أو أبس الكنافة بالسمنة. أنا عايزة الكنافة كده تشرب من السمنة، مهم جدا. بعد كده هجيبها على جنب وهبدأ أعمل القشطة الكدابة. أنا استخدمت 5 كوبايات من اللبن كامل الدسم، يعني عليه قشطة، وكوباية من السكر. ننزل بعد كده ب8 معالق كبار من النشا. أنا عايزة المهلبية أو القشطة الكدابة اللي أنا هعملها عايزاها تبقى تقيلة شوية، قوامها تقيل. كمان تقدري تعملي نص الكمية اللي أنا عاملاها على حسب مقاس الصينية بتاعتك. بعد كده بقى هقلب كل ده على البارد، اللبن مع النشا مع السكر، وبعد كده بقى هاخدهم على نار متوسطة. هبدأ أقلب، ما سيبش المهلبية أبدا أو القشطة الكدابة عشان ما تكتلش منك. بعد كده هنزل برشة من الفانيليا وهقلب لحد ما القوام يتقل، وأهم حاجة إن تبدأ تظهر فقاقيع أطمن إن النشا استوى تماما. وكده خلاص استوى، هطفي النار. بعد كده بقى هجيب الصينية وبقطعة سمنة كده صغيرة هبدأ أمشي كده على الأرضية بتاعة الصينية والجوانب كمان، وهبدأ أنزل بقى بالكنافة. أحاول أفرد كده الكنافة في الصينية كلها، وبعد كده هضغطها. أنا استخدمت هنا هراسة بطاطس، ممكن تستخدمي صينية أصغر شوية، بس أهم حاجة تضغط كويس جدا. بعد كده نزلت بالقشطة الكدابة أو المهلبية وهفردها كويس، وبعد كده بقى هنزل بالراحة كده بباقي كمية الكنافة. أحاول أفردها في كل مكان، واخد بالي إن أنا طبعا مش هضغط عليها عشان طبقة المهلبية أو القشطة الكدابة اللي موجودة. أحاول كده أكني بطبطب عليها بالراحة جدا. وبعد كده بقى سمنة على الوش، واخدها بقى على فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 200 لحد ما تاخد لون ذهبي في الرف اللي في الوسط. هنطلع بقى الكنافة من الفرن وهي سخنة جدا كده. هننزل بقى بالسيرب أو الشربات عليها. السيرب يكون بارد، الكنافة بتبقى سخنة والسيرب بيكون بارد. هنسيبها بقى تبرد شوية وبعد كده نقطعها وتبقى جاهزة للتقديم. الكنافة بتاعتنا بعد ما قطعناها زينها بقى فول سوداني. ممكن تحطي أي نوع مكسرات انت تحبيه، لو مش حابة خالص هي كده جميلة جدا. ما شاء الله الطعم روعة، لذيذ جدا، واخدة لون ذهبي تحفة. حبيت برضو أوريكم قطعة تانية عشان تشوفوا طبقة القشطة فيها أوضح.
جربوها بقى وإن شاء الله هتعجبكم. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك، ولايك وشير، والسلام عليكم.